وداعا. وفاة بطلة مسلسل العشق الممنوع. الكل ارتدى عليها اللباس الأسود. جميع أبطال العمل حضروا تشييع الجثمان. الجميع كان يبكي عليها بكاء شديدا. تعتبر تركيا جميع أبطال المسلسل صغيرهم وكبيرهم واحد، إن كان عملا درامي أو عملا سينمائي، فالكل واحد من أصغر إلى أكبر فرد في هذا العمل. رحلت النجمة الكبيرة الرائعة، كان لها دورا كبيرا في هذا العمل الفني، وهو من أشهر أعمال الدراما التي تتحدث عن الخيانة الزوجية. اشتهر هذا العمل وحقق نجاحا باهر في جميع أنحاء الوطن العربي وغيره. مسلسل العشق الممنوع تم إنتاج هذا العمل الفني في عام 2008 بمبلغ ضخم، بمعنى كلمة ضخامة المبلغ الذي وفره إنتاج هذا المسلسل لكي يظهر بهذه الصورة الكبيرة. وتقاضى جميع أبطال المسلسل مبالغ باهظة، والمنزل الذي كان يتم التمثيل بداخله موجود الآن كمكان للتصوير، مفتوحا للجميع. رحلت الفنانة الكبيرة وتركت حزنا بداخل أبطال هذا العمل الفني. رحلت الفنانة الكبيرة فاطمة قرنفل، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة. ديانة هذه الفنانة هي الإسلام، كانت فنانة مسلمة، وكانت تعمل خادمة في هذا المسلسل. هذه هي الفنانة التي رحلت وغادرت الحياة، وهي بطلة من أبطال هذا العمل. وكما ذكرنا في السابق، جميع أبطال العمل واحد، من الصغير إلى الكبير.